شلون عداله هاللون؟ اشتاكم 3 في 1. وهذه أول مرة أنتم تسمعون أن الاشتاء يكون 3 في 1. وما بس اشتاكم 3 في 1 يا أبو سالم، الربيع والصيف والخريف 3 في 1. وشلون عداله هاللون؟ قول شلون. اشتاء ثابت واشتاء فعلي واشتاء مربعاني. وشلون عداله هاللون؟ الاشتاء الثابت ينسب الى السنه السهيليه، الى السنه الميلاديه اللي هي 365 يوم، وينسب عليها الشتاء الثابت من 93 منها إلى 183. هاي يسمونه اشتاء ثابت، يتبع السنة السهيلية، تتحكم فيه السنة السهيلية، ومدته 91 يوم. مدته 91 يوم، 7 منازل. ياخذ الزباينه وكليل وقلب وشوله ونعايم وبلده، وياخذ الذابح. اذا ضربنا 7 في 13 يطلع عندنا 91 يوم بالتمام. يبتدي الشتاء الثابت من الزباينه بتاريخ 24/11 على الزباينه، من تاريخ 24/11 الى تاريخ 22/2 على نهايه الذابح. وهذه اشتاء فعلي الحساب محدثكم ما له يد فيه، هذا شيء يسمونه ثابت. نرجع الحين الى الاشتاء الفعلي. الاشتاء الفعلي يتبع الحساب، الاشتاء المربعاني يتبع الحساب. يعني الحساب يتحكم في الاشتاء الفعلي ويتحكم في الاشتاء المربعاني. والاشتاء الفعلي يبتدي من حاضر من تاريخ 15/12 من بعد الساعة 4 العصر إلى تاريخ 14/2 الساعة 8 الصبح، عن 4 منازل وثلثين المنزلة. الثلث الأخير من الإكليل وقلب وشولة ونعايم وبلدة، والثلث الأول من الذابح. 60 يوم و16 ساعة يتحكم فيها الحساب. أني حق الاشتاء المربعاني. الاشتاء المربعاني يبتدي من على الشولة تاريخ 2/1 إلى تاريخ 9/2، 39 يوم. وهذه بعد الاشتاء المربعاني مثل ما قلنا يتبع الحساب، وياخذ شولة وياخذ نعايم وياخذ أجواء الأزرق وياخذ البلدة. شولة، نعايم، أجواء أزرق، البلدة. وهذا يسمونه المربعاني. والمربعانية لها تعريف. من تعريف المربعانية في تعريف عام يقول قوة فعلية لكل شيء. هذه تعريف عام خارج عن المربعانية. ما في المربعانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القوة الفعلية لكل شيء، ولكن المربعانية يقولون القوة الفعلية لكل قسم ولكل فصل. هاي تعريف المربعانية. تعريف المربعانية يختلف عن التعريفات
الاخرى. وشلون عداله هاللون؟ نقول شلون؟ نقول شلون؟ فشلون يتحكم الحساب بالاشتاء الفعلي؟ ياخذ الاشتاء الفعلي اللي هي 60 يوم و16 ساعه ويثبتها، يفيفي لها في الاشتاء الثابت، ويشوف حسب خبرته وحسب متابعته للاجواء ويثبتها في الاشتاء الفعلي. فيصير هذه اشتاء فعلي داخل اشتاء ثابت. المربعانيه نفس الطريقه، ياخذها الحساب ويثبتها في وين؟ في الاشتاء الفعلي. الاشتاء الفعلي ثبتناه في وين؟ في الاشتاء الثابت، والاشتاء المربعاني ثبتناه في الاشتاء الفعلي. وشلون عداله هاللون؟ هذه خبره كسبها الحساب، من حاضر بطريقته حق الحساب ومتابعته حق الاجواء بشكل سنوي وبشكل يومي. هو يقرر هذه الاشياء، هذه هو اللي يقدر يتحكم فيها يمين ويسار، ولكن الاشتاء الثابت ما يقدر. ولكن يرجع الى دليلتي هي القاعده الثابته لحساباته. فمن دليلتي اللي يرجع لها على اساس يثبت الاشتاء الفعلي والاشتاء المربعاني، يقول الحساب، الحس، التمييز، التصنيف. شوف شلون؟ حساب، حس، تمييز، تصنيف، جغرافيا. الجغرافيا يعني شنو؟ يعني المنطقة. هل أنا أتكلم أو أحسب عن المنطقة اللي أنا فيها، أو أن أنا أتكلم عن المناطق المجاورة أو عن البلدان الأخرى. فلازم هو يحط في باله سالفة الجغرافيا من بعد ما يبتدي أنه هو بيصنف الأجواء وين تكون بالضبط. فبعدين يصير عندنا شنو؟ الصدوق، وبعدين يصير عندنا الفساد، بعدين تبتدي عندنا اللي هي الخاطرة، يضع خاطرة مناسبة على الأجواء اللي هو يتكلم. وخاطرتي أنا اليوم يقول وسالم غير الدقس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.